3 أسباب أدت إلى صعود الدهب حوالي 80 دولار في جلسة يوم الجمعة 1 أغسطس. فتحنا عند 3281 مع بداية السوق الأسترالي، وقفلنا عند 3363، وده كان إغلاق السوق الأمريكي. اللي حصل أول حاجة إن الساعة 3 ونص العصر بتوقيت مصر ظهرت بيانات التوظيف الأمريكية، وكان من المتوقع أن يتم إضافة 106 ألف وظيفة. تم إضافة فقط 73,000 وظيفة. ده معناه إن سوق العمل بدأ يتباطأ. ورقم 2 إن البطالة ارتفعت من 4.1 إلى 4.2، فده مؤشر أو محفز للفيدرالي الأمريكي إنه يبدأ في دورة تخفيض للفايدة ابتداء من سبتمبر. رقم 2 إن الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة أعلنت أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي استقالتها من منصبها، وده يدل إن في انشقاق حاد في الفيدرالي الأمريكي. رقم 3 إن ترامب أعلن زيادة الرسوم الجمركية على بعض الدول التي لم يتم التوصل إلى اتفاق معها إلى 50%، وأبرزهم البرازيل. ولو في أي جديد على مستوى التحليل الأساسي أو الفني هحدث.